ورجعنا لكم تاني ومكملين موضوع حلقة النهاردة عن هوية الطفل المصري ودور المرأة المصرية في المجتمع. واستئنافا للحلقة السابقة معانا الضيف المميز الأستاذ مدرب التنمية البشرية وأخصائي العلاقات الأسرية الأستاذ أحمد أسامة. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. منورنا النهارده. بنورك والله يا استاذ احلام. حابة إن أنا أسأل حضرتك عن رأيك في تصرفات الطفل المعاصر والمراهق برضو المعاصر الفترة دي. طبعا في فجوة كبيرة بين الأجيال زمان وبين الأجيال دلوقتي، يعني تحس إن في نوع مختلف ظهر من المراهقين والأطفال. يا ترى من وجهة نظر حضرتك إيه السبب في الاختلاف ده؟ ويا ترى زمان كان بيتربوا إزاي ودلوقتي بيتربوا إزاي؟ هنقول ان طبعا انشغلنا طبعا عن الاطفال، عن اولادنا، ان كل طبعا الاب والام طبعا مشغولين بشغلهم، فسايبين لهم السوشيال ميديا والتكنولوجيا، فطبعا دي اثرت بتاثير كبير على الاطفال في العصر الحديث. فزمان ما كانش فيه تاثير زي دلوقتي، مع ان المفروض احنا نعلمهم ان يعني دي ميزه وضرر. الميزه ان احنا يعني الحاجات دي احنا ممكن نعلمهم، يعني يتعلموا على التكنولوجيا. يعني انا ممكن مثلا يبقى ابني اعلمه على حاجه على الموبايل واسيبه لمده وقت معين يتعلم عليها، واكون متابعه. الاشراف ان انا اعلمه ازاي يتعامل مع التكنولوجيا ويتعامل ازاي مع السوشيال ميديا. لكن احنا في دلوقتي توجيه يعني. في توجيه، انما دلوقتي ان هم احنا بنسيبهم، وهم طبعا الطفل بحد ذاته بيحب يتطلع، فممكن يتطلع في حاجه غلط، يعني هي فلازم الأم في لو عايزة رقابه. تريح دماغها تقوم سايباه لا، قاعد وممكن مش يتفرج هنقول على برضه، حاجة. مش هنقول الحاجات السلبيه، ممكن الام تبقى مشغوله بشغلها. دلوقتي احنا في وقت، في عصر الغلو اللي احنا فيه، كل الاب والام بيشتغلوا فمشغولين عن اولادهم. لا، انا المفروض بقى انا اعمل توازن او اعمل توافق ما بين ان انا اربي اولادي ازاي، وان انا اشتغل ازاي واكفيهم ازاي ماديا. ما بيجي حد يطلع يقول انا مش عارف، ده انا مش مكفي البيت، ده انا مش ملاحق، والزوجه من الناحيه التانيه بتشتغل عشان يعني المعيشه بقت صعبه جدا، فمش هيعرفوا ان هم يوفقوا. يعني الموضوع بيتم بصعوبه. بص، عايز اقول لحضرتك على حاجه. في حاجات في الجهاز اللي هو السوشيال ميديا دي، على قد ما هي ميزه على قد ما هي ضرر جدا. فالطبيعي ان انا لازم انبههم، لازم ادي من وقتي، لازم افرغ من وقتي اليومي لاولادي، لان ده جيل بيطلع، جيل بيربي، والجيل ده هيربي جيل تاني. فلو ما كانش الجيل طلع كويس ومهتم يعني احنا مهتمين باولادنا كويس، ومهتمين بصحتهم، ولازم يكون في كمان نعلمهم، يعني يعني نلبيهم رغباتهم، نشوف احتياجاتهم ايه، ونقول لهم ايه الصح وايه الغلط. تمام. هو التيك توك حضرتك مخليش، يعني هو التيك توك اصلا يعني بقى مسيطر على عقول بص، انا عايز اقول الاطفال لحضرتك على كلها. حاجه، انا قدام الصح وقدام الغلط. طبعا. في ايدي ان انا يعني بص، اي حاجه في الدنيا زي ما ليها الانسان نفسه في خير وفي شر. طبعا. فالتكنولوجيا فيها خير وفيها شر. انا في ايدي اشغل الحاجه الكويسه، وفي ايدي اشغل الحاجه الغلط. في ايدي ان انا اوعي ابني، اوعي الطفل ان انا ده غلط وده صح، خاصه ان الطفل بيبقى واعي، يعني بيبقى ذكي، بيبقى فاهم. في ناس بقى بالظبط. بتأثر المسافة دي خالص وما بتدخلش نت اصلا ما هو في البيت عشان خاطر تتجنب صعبة دي والله لا، يا دي دي صعبه لما برضه. فيش لا، حد في لان ناس برضو انا على قد اعرفهم على قد ما والله. احنا هنقول ان التكنولوجيا مثلا مضره لبعض الاشياء، برضو هي ميزه في حاجات كتير، بتسهل شغل كتير. يعني انا ممكن ابقى قاعد في البيت اتعلم من التكنولوجيا، اخد كورسات عن طريق النت اونلاين، فهي لها ميزه مهمه. فما ينفعش يبقى فيش بيت ما فيهوش نت. حضرتك ركزت في مقالك عن المرأة والمجتمع، عن دور المرأة سواء كانت عاملة أو من ربات البيوت، فعايزين حضرتك هي تستكمل مقالك معانا دلوقتي عن المرأة والمجتمع. هرد بس على السؤال بتاع الاستاذه احلام. دور اتفضل. المراه طبعا لها دور في الزراعه، لها دور في الاقتصاد، لها دور في القوات المسلحه، لها دور في الطب. المراه لها دور في جميع المجالات. المراه هي الديناميك الحياه كله يعني. فلو حابين تسمعوا نكمل استكمله المقال. ما فيش مشكله. احنا الحلقه اللي فاتت خلصناها لغايه الام والاخت والابنه، فهي الام والاخت والابنه. وعلينا ان نكرم المراه لكي تستطيع ان تنخرط في شؤون البناء والتنميه في المجتمع على نحو فعال وحيوي. فاصبحت للمراه في اغلب العصور تشكل قوه ديناميكيه للتطوير. ومن بدايه العقد العالمي للمراه حتى مؤتمر بكين عام 1996، وازداد الاهتمام بقضيه تمكين المراه بصفه عامه، واتاح الفرص للمراه في جميع مختلف المجالات، في الثقافه والسياسه والاقتصاد والزراعه والعديد من المنظمات والهيئات، واعطاها الحق الكامل في كافه الميادين. وعلى سبيل المثال دور المراه في سوق العمل، تشجيع المراه في سوق العمل من باب مكافحه الفقر ورفع مستوى
المعيشه للاسره، واذا كانت هي المعيل الاساسي للاسره. في امهات ساعات بيبقى هي المعيل الاساسي، الاب توفى فهي اللي بتصرف عليهم غصب عنها. دور المرأة في التربية، دورها في تربية الأطفال، لأنها هي المصدر الرعاية والحنان في الأسرة. وقد أثبتت الدراسات والأبحاث العلمية على علم النفس التربوي بأن الطفل بحاجة إلى الرعاية والاهتمام. مفيش حاجة اسمها الأم مشغولة عن الشغل، لازم الأم تهتم بطفلها، لأن هو هيطلع يربي أجيال زي، يعني هي أجيال بتسلم أجيال. دور المرأة في المجال السياسي، وفي المجال السياسي وعلى المستوى العالمي والمحلي المرأة ترشحت للمناصب بالتساوي مع الراجل. يعني مفيش حاجة دلوقتي اسمها راجل وست، في مهندس في مهندسة، في دكتورة في دكتور. وحسب الإحصائيات وفقا للدراسات فإن المرأة تمثل 43% من قوة الزراعة في الدول النامية. وحسب الإحصائيات العالمية نسبة المرأة العاملة في مجال الزراعة ما يقارب إلى 50% في قارة أفريقيا بس. يعني حتى شركة في الزراعة اللي هو أساسا المسؤول عنها الراجل. ودور المرأة في القوات المسلحة، تساهم المرأة في القوات المسلحة في عدة مجالات كالإدارة والأماكن المراقبة والصحة والهندسة وغيرها في المجالات. ودور المرأة في الطب، نرى أن المرأة تنافس الرجل في هذا المجال الطب مثل طب الأطفال أو الطب النفسي. وأثبتت الإحصائيات في عام 2017 عدد اطباء الإناث يفوق عدد اطباء يعني أطباء الإناث أكثر من عدد تفوقت عليه كمان. طبعا. وشاركت المرأة في الرياضة في بداية الإسلام، وشاركت المرأة في الألعاب الهوائية زي مثلا مثل السباحة والطيارة، زي مثلا المرأة المسلمة وفازت المرأة 14 مسلمة في ميداليات منها ابتهاج محمد، أول مسلمة محجبة شاركت في الألعاب الأولمبية اللي هي من دولة الإمارات. الجميل ان حضرتك مقدم نماذج فعلا ناجحه. هو أصلا المقال طويل، فأنا مش وده عايز رد قوي ان الست ما انا يتقالش ان هي عايزه مكانها في حضرتك برضو المطبخ بس. اختصارا تدينا برضو يعني المقال ببوينتس كده مختصره. اللي عايز أقول إن المرأة الراجل من غير المرأة هتبقى حياته سودة من الآخر. مش عشان انتوا، والله بجد ده حقيقة. المرأة هي بتدي فاكهة للحياة. ده اعتراف، وبتفيد ده اعتراف. ده اعتراف. لا بتدي فاكهة للحياة، بتدي لا وبتفيد المجتمع، لان في يعني كتير من الرجال يعني مكنسلين ومهمشين المرأة خالص زي ما قلنا قبل كده. فهي فعلا وهي اثبتت كده وجودها في المجتمع الفطرة لا دلوقتي. تستقيم الا بالاثنين، ما لا ينفعش حد وفي دون الاخر يعني. رجاله اصلا يعني ما بتعترفش بالاعتراف اللي لا حضرتك مش بتقوله عايزين، ده. بس مش عايزين العنصريه، لان بص في رجاله كويسه اه وبتحترم انا بقول لك زوجاتها. في لا يعني البعض في رجالة- البعض آه. مش وفي البعض، رجاله مش كله. بتقدر المراه كويس. هي الست محتاجه غير ايه، غير ان هي ان الراجل يحتويها ويقف جنبها ويكون سند ويدعمها كمان في شغلها ويعني بيكون داعم ناجح ليها. لكن في رجاله فعلا مش كده، بتبقى أيوة. عايزه الست للمطبخ بس. لا لكن الست هي كل الحياه بصراحه. يعني انا قلت في الحلقه اللي فاتت ان المراه هي عمود البيت مش. طيب في ظل الامكانيات والتطورات الكتير اللي بنشوفها، حضرتك بتوجه نصيحه للشباب المعاصر ازاي يواجه بص كل ده؟ الشباب اللي من دول عايز يطلع يلاقي كل حاجه وردي. لا وحتى القران الكريم قال لك ولقد خلقنا الانسان في كبد. وفي ايه برضه بتقول لك فان مع العسر يسر. يعني عشان تبقى انسان ناجح وعشان تتعب لازم، عشان تعيش مبسوط لازم تتعب. فاولا انه ما يبصش نص الكوبايه الفاضيه، لازم أن يتعب ويشقى ويكون عنده المثابره ويؤمن بنفسه. لازم يعرف ان هو يكون واثق في نفسه ويشتغل ويطور من نفسه. وبعدين دلوقتي فيها التكنولوجيا دلوقتي بقت تسهل علينا حاجات كتير غير زمان. يعني زمان يختلف عن دلوقتي. فهو الشباب اليومين دول تسهل له حاجات كتير، لكن ما يجيش بقى يبقى عنده احباط ويقول لك لا انا لا. يعني هو الحياه بقت مسهله له حاجات كتير. فانا بنصح الشباب ان هو دايما يكون عنده صبر ويجتهد ويصبر ويشتغل ما يبصش طبعا نص كوبايه الفارغ زي ما قلت لحضرتك. ان هو يكون انسان عنده ايمان بنفسه. يبتعد عن جو المقارنات، يركز في هدفه. لا هو بص، هو المقارنات دي لو هو عنده ثقه في نفسه مش هيبص للكلام ده. هي ثقته بنفسه هو اللي هتخليه ينجح ويصدق نفسه. لو صدق اي انسان مننا، لو صدق نفسه هينجح. صح. ويكون مؤمن بالشيء اللي بيعمله. ايوه صح. ودايما الحياه بتبقى خطوه خطوه. والاسره برضه بتاثر على النقطه دي قوي يعني. طيب عشان الوقت ما ياخدناش، عايزين برضو نكمل لان موهبتك في الالقاء كانت رائعه. فاحنا حابين برضو يعني في ختام الفقره كده تلقي علينا حاجه نسمعها. انا عندي ايمان ان كلامهم صح ومظبوط، واني وانا بعيد عنك ميت، واني وانا في قربك مظبوط. بيني وبينك مسافات ابعد من اي اتنين. كل اختياراتي اللي بدونك افضل بكتير. لكن من امتى الحب بيبقى عليك؟
من امتى بياخد من الفايض يدي المحتاج؟ من بين 4 مليار واحدة اخترتك، حبيتك وكمان قدرتك، والكلمة اللي بتخرج منك أجمل من أي كلام مسموع. أشبع لو شفتك يوم صدفة، وإن غبت ليالي بموت من الجوع. أسر الموضوع إنك لعنة، وإن أنا ملعون، وإن وجودك على قد ما طيب مش مضمون، وإن وجودك على قد ما طيب مش مضمون، وإن مكاسبي معاكي مجرد تمهيد لبعادك وخسارتي. لحظة ما الناس أمنت بيا أنت كفرتي. على إيه بلاقيكي أنت جمعاهم، أشتري فيكي يوماتي وأبيعهم، وأفرد لك قلبي تعدي عليه. حلو قوي. احسنت وابدعت بجد. أشكرك. عايزين نكمل مع حضرتك ونقول ان مشكله العصر ده ومشكله كل عصر ان في فجوه ما بين الاجيال. فطبعا ده بيخلي في صعوبه في تعامل الاب مع ابنه. فعايزين حضرتك توجه نصيحه للاب بكيفيه التعامل مع ابنه بحيث ان هو يكون صديق ليه ويحبه، مش ما يخافش منه يعني. رسالتي لكل اب او كل اب لسه متزوج ومخلف، يعني عامة ان هو لازم يراعي ان في الاطفال اللي طالعه في حاجات كتير متاحه ليهم غير زمان خالص. معنى صح، الشر حواليهم، الشر في موبايلك، الشر في الصحبه، في البيئه، في الكلام ده. فهو لازم يكون ان هو يعني يكون منتبه جدا لتربيه ابنه، وده يزرع فيه جواه المبادئ والقيم الاخلاقيه، ويزرع فيه الدين، يزرع فيه اخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له ان ده عيب وده حرام، ويكون متابعه. ومفيش حاجه اسمها مشغول، اصل شغل، اصل. والام كمان لها دور ان هي برضه تعلمه يعني ايه ضمير، ويعني ايه قيم، ويعني ايه اخلاق، وبرضه بس الجيل ده صعب، يعني الجيل ده دلوقتي التعامل معاه يعني بقى فيه عند، بقى عند فيه قوي. هم بيتعرضوا لحاجات كتير بره. فانا كأم او كأب بيبقى فيه صعوبة غير زمان، ما بقاش فيه بص، انا عايز الطاعة اقول لك زي على زمان. حاجه. الطفل لما بيتولد، مم. لو بدايه ما ابتديت كده، ما هو ابتدى يتكلم كده، ربيته صح، مش هيحصل مشاكل. احنا اللي بنشوفه دلوقتي على السوشيال ميديا انا ان ما ما هو اجيش، انا بربي معلش، صح، انا بس ماشي، هو لا، ما انا ما اجيش بيحتك بحاجات انسى ابني، بره. ما لازم اكون بيبقى عنده رقيب عليه. فضول، يعني هو لا، بيبقى عنده لازم اكون فضول رقيب. انه يعرف ده في او ناس ده، زي بتشوف حضرتك قلت في الرقابه دي حاجه الاول. تانية، ان الابن دلوقتي هو اللي بيأثر على الاب. بنشوفهم هما الاثنين طالعين في فيديو تيك توك، المفروض الاب هو اللي يوجه ويمنعه من حاجه زي دي. ما هو لا، هو انا ممكن بيساعدهم. اطلع لا بس هو ممكن يعمل تيك توك هادف، يعني بالظبط ممكن كده، محتوى هادف ممكن يستخدمه لا، يعمل في انا مش حاجة محتوى تيك بتكلم توك على كويسة. بس الهادف، انا هادف، بتكلم على بيتكلم مثلا عن حاجه تخص تهدف لشيء سليم، ما شيء هو كويس. هقول لك حاجة، او لو محتوى الأب ترفيهي لو مع الأب الاب. فعلا بيعمل المحتوى ده بالطريقة اللي فيها إسفاف، يبقى هو الشخصية أصلا نفسها غير سوية. يبقى هو البيت كله الابن بقى، هو اللي البيت كله اثر. يبقى بايظ. بالظبط. بالظبط كده. فهو الاب السليم هيربي ابنه تربيه سليمه، الام السليمه هتربي ابنها خلاف طبعا الناس الغير سليمه غير سويه. فدي احنا هما بيفتكروا لما انا انزل لعقليه ابني فانا اشاركه كل حاجه، فخلاص بقى ادوس على القيم والمبادئ فانا كده صح. لا، القيم والمبادئ دي اهم حاجه في حياه الانسان، لا خاصه تتجزأ. الطفل اللي لسه طالع. الام لها دور اساسي اكتر من الاب، لان مش طبعا. كل الامهات طبعا بتطلع تشتغل. في ام ممكن تبقى قاعده في البيت، هي واجبها ان هي تربي ابنها كويس وحتى جدا، لو هي امراه وتاخد عامله بالها. ده الف ب انا تربية اعرف الابناء ام بتودي بنتها في جامعه، بتوديها الجامعه وتجيبها الجامعه. طب ليه بتعملي كده؟ ان زمايلها، ما اعرفش، واحده زميله ليها او انا كنت دي- كده. وانا برضو والدتي كده. فدي انا طبعا احترمها. يعني في بنت ممكن تتضايق تقول لك ايه، هو انا مش صغيره يا طبعا ماما؟ فقرتنا يعني خلصت بسرعة، واحنا سعدنا جدا انا سعيد بوجود جدا حضرتك معانا بيكم للمرة التانية، طبعا، شرفتنا، وان شاء شرف الله ليا أنا. هيكون في لقاءات تانية. شاء هنطلع الله. فاصل ونرجع تاني. ورجعنا لكم تاني ومكملين حلقتنا النهارده، ومعانا الفقرة دي هنتكلم عن مستجدات سوق العقارات.